قبل ما تشتري هارد مستعمل او جديد خد بالك من الحاجات دي عشان محدش يضحك عليك. اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا لاي حد بيشتري هارد مستعمل او حتى هارد جديد، لان في ناس للاسف ممكن تبيع لك هارد متدمر وتقول لك ده زيرو. في الفيديو ده هقول لك على خطوات بسيطه وسهله هتخليك تكشف اي هارد قبل ما يدفع فيه فلوس. ركز معايا، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. اول حاجه الفحص الخارجي قبل ما توصله على الجهاز. اول حاجه قبل ما تفكر تشتغل على الهارد لازم تبص عليه بعينك كويس. لو لقيت فيه خدوش او صدمات او كسور فالهارد ممكن يكون وقع او تعرض لحاجه تخليه مش امن. بص على المسامير الجانبيه، لو شكلها متبهدل يبقى الهارد مفتوح قبل كده، ممكن يكون متصلح او متعدل. تاكد ان الملصق الاصلي عليه وشوف تاريخ الانتاج، لو قديم جدا فده معناه ان استخدام كتير. شوف مدخل الساتا بتاعه لازم يكون سليم، ما فيهوش اعوجاج او كسر او صدى. لو الهارد اتش دي دي هزه بالراحه كده، لو سمعت صوت غريب او حاجه بتهز جواه فده مش طبيعي. بعد ما توصل الهارد على الكمبيوتر دلوقتي لازم ندخل على الفحص التقني. مش معانا نحمل برنامج عشان نشوف بيه الهيلث بتاعه او العمر بتاعه. خش على جوجل بالشكل ده، هنلاقي هنا على نكتب هارد الاسم ده بالظبط اهو نكتبه. تمام. هتلاقيه ظهر لك في اول موقع، وهو ده الموقع الرسمي بتاعه. هندخل عليه بالشكل ده، نضغط على داونلود، هنحمل اعلى نسخه مني. هو دلوقتي بيقول لي ان هي النسخه دي عندك فانا ما هحملهاش طبعا. انت هتحتاج كلمه تحميل زي ما شفت دلوقتي كده وهتحملها عادي. هتلاقيها نزلت معاك في قسم التنزيلات بعد كده. طب بعد ما تحمل النسخه هنخش كده مثلا عليها دلوقتي، هتلاقيها نازله معاك بالشكل ده. هنضغط عليها كليك يمين، دوس اكستراكت هير. تمام. وبعد ما نفكنا عن الضغط هتلاقيه نازل معاك بالشكل ده زي ما انتم شايفين اهواتي. تمام. هنضغط عليه كليكين، وده عشان نسطب البرنامج كده. هندوس اوكي، نيكست، نضغط على دي هنا، نيكست. ده مكان اللي عايز تثبت على الهارد، لو عايز تغيره دوس تضغط على دي هنا، تضغط الملف اللي انت عايز تحطه عليه، ندوس نيكست ونضغط نعم. بعد كده ندوس نيكست انستول. تمام كده هو بيثبت معانا زي ما انتم شايفين. خلص اهواتي، هندوس فينيش. وزي ما انتم شايفين دي الواجهه الرئيسيه بتاعت البرنامج. بعد ما توصل الهارد على الجهاز هتلاقيه ظاهر معاك مع الهاردات دول كده هنا. هتلاقيه ظاهر معاك هنا في الخانه دي، هتضغط عليه بالشكل ده هتلاقيه جايب لك الواجهه دي. تمام. هنا بيقول لك هيلث بتاع الهارد، ده العمر بتاع الهارد اهواتي، الخط التحتاني ده الهيلث بتاع الهارد ده كده 100%. تمام. لو لقيته اقل من 100% والهارد ده اتش دي دي يبقى كده الهارد ده فيه خلل من جوه. لو الهارد اس اس دي طبيعي انه يكون اقل من 100%، لان الهارد الاس اس دي عمره معتمد بعمليات الكتابه والقرايه اللي بتتم عليه، فلو اقل من 100% عاد طبيعي. تمام. انما الاتش دي دي لو اقل من 100% يبقى في خلل في الهارد نفسه. اتش دي دي لقيت الحاله هنا اقل من 100%، اقفل البرنامج وقول للبائع شكرا مش عايزه. تمام. وهنا بيقول لك الهارد ده اشتغل كام ساعه، زي ما انتم شايفين اهات بيقول لك اشتغل كام ساعه وكام يوم. كده انت دلوقتي عندك دليل كامل لفحص اي هارد قبل ما تشتريه سواء كان جديد او مستعمل. ما تنساش دايما افحص بنفسك وما تصدقش اي كلام من البائع الا لما تتاكد. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وشير الفيديو لاي حد بيفكر يشتري هارد عشان ما يوقعش في الفخ. سلام.